في عالم مليء بالقصص العظيمة والتاريخ الذي لم يكتب كاملا، تبرز رواية الطنطورية كإحدى تلك الروايات التي تأخذنا في رحلة عبر الزمن والمكان، لتكشف لنا عن حياة مليئة بالآلام والأمل والصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال. مرحبا بكم في أجي تقرأ. فكرة الصفحة هي أن نقرأ كتابا ونعطيك تلخيصه. في هذه الحلقة الجزء الثاني من رواية الطنطورية لرضوى عاشور رحمها الله. أيقتلك البرد؟ أنا يقتلني نصف الدفء ونصف الموقف أكثر. سيدتي، نحن بغايا مثلك، يزني القهر بنا، والدين الكاذب، والخبر الكاذب، والفكر الكاذب، والأشعار. هكذا يقول مظفر النواب، وتقول رضوى عاشور: أضفر المتخيل بالواقعي. لم تكن رواية الطنطورية مجرد توثيق للمجازر التي تعرض لها الفلسطيني، بل كانت أيضا خيالا يقدم صورة عن شخصيات مأزومة. تخيلت الكاتبة عائلة مكونة من أم الصادق، والدة رقية التي كان دورها في الرواية أن تحتفظ بمفتاح الدار الذي علقته لسنين بعنقها، وقبل أن تموت أعطته لرقية. وهنا إشارة رمزية لفكرة تشبت الفلسطيني اللاجئ برمز المفتاح الذي يشير إلى ملكيته للبيت المطرود منه. ثم هناك الأب، أبو الصادق، والد رقية، الرجل الشهم الذي لم يرحل عن القرية قبل غزوها وظل مصرا على فكرة النصر. في حوار مع أخيه أبو الأمين تكتب رضوى على لسان أبو الأمين: لقد احتلوا رفح في يومين، فكيف بطنطورة؟ يقول أبو الصادق: رفح ليست هي الطنطورة، رفح نصفها يهود، هم في الجبل ونحن في السفح. إذا أردت أن ترحل فارحل. سيرحل أبو الأمين، وسيظل والد رقية مستعدا للمواجهة، لكنها لم تكن مواجهة، بل كانت إبادة قتل فيها أبا الصادق ووالده الصادق. ثم هناك رقية الحاكية والراوية، والتي سيتغير كل فكرها صبيحة اليوم التي ستمسك فيه والدتها يدها، وسينضمون للاجئين الفارين من القتل. تساءلت ابنة 13 سنة: أين ذهب الجميع؟ لتنظر هي ووالدتها إلى كومة من الجثث في الطريق، في رحلة فرار امتدت ل8 أشهر، كلها مشقة وعنة وتعب. وصلت أخيرا أم الصادق وابنتها رقية إلى صيدا في جنوب لبنان، التي استقر فيها أبو الأمين عم رقية. المدة التي عاشتها والدة رقية رفضت فيها تصديق مقتل ابنها وزوجها. إنهما معتقلان وسيلتحقان بنا. رفضت فكرة الموت، كأن المظلوم لا يموت قبل أن يأخذ حقه. ستتزوج رقية ابن عمها الأمين، وستلد الصادق وحسن وعبد الرحمن والصغيرة مريم. ستعيش 77 سنة بين ذكريات النكبة والمجازر، حيث شهدت اللاجئين وهم يتخلون قسرا عن بيوتهم، وشهدت في لبنان الحرب الأهلية ومجزرة صبرا وشتيل التي سيموت فيها الأمين، وترحلت كثيرا إلى أن استقرت في القاهرة، وهي تشاهد كيف صنعت النكبة والآلام تاريخ أبنائها. فها هو الصادق رجل أعمال في الخليج، وحسن تحول من الهندسة إلى دراسة القانون ليدافع عن شعب بالكامل، والصغير طبيب. إن المشهد الذي يمكن اعتباره أكثر دلالة رمزية في الرواية
هو مشهد منح حفيد رقية الرضيع مفتاح الدار وهي تحمله على الحدود، حيث كانت تطل على ساحل الطنطورة بعد أن تحول إلى مستوطنة، كأنها تخبر الحفيد الذي لم يتجاوز أشهره الأولى: إنها أرضك، هنا شمسك وقمرك، فلا تنس ذلك، واحتفظ بمفتاح الدار في قلبك. الطنطورية ليست مجرد رواية تاريخية، بل هي عمل أدبي يوثق الألم الفلسطيني، ويبرز إرادة الحياة والصمود في وجه الظلم، ويعيد إحياء الذاكرة الجماعية لشعب بأكمله.